عايزة أقدر أكمّل، خايفة نَفَسي يتقطع بدري. إيه اللي أنتِ حابة تحققيه لولادِك كان ممكن وأنتِ صغيرة موجودة دلوقتي تحققيه لنفسِك؟ السؤال حلو أوي، لإن أنا فعلًا باعمل كده. أنا بافكّر أنا كان نِفْسي أكون إيه لو أعمل إيه وأنا كنت في العصر ده. أولًا نلعب رياضة، تاني حاجة بنتعلّم حاجات ليها علاقة بالتكنولوجي، بس مش إن أنا قاعدة على الفيديوز، مش أنا قاعدة على التيك توك ولا إنستجرام ولا الكلام ده كلّه، لأ، نتعلّم حاجة، بناخد courses، بنذاكر على اللابتوب، لو في برامج تعليمية، لمّا تشوف programming robotics الحاجات دي كلّها بدأ طبعًا الولاد يدخلوا فيها لإن ده المستقبل. كمان لو عايز تاخد فكرة عن الart، تتعلّم رسم شوية، تاخد فكرة عن الmusic، تتعلّم music شوية، تتعلّم برضه حاجة الرقص اللذيذ بتاع الفرق الحلوة بتاعتنا. أنا باحاول على قد ما أقدر أساعدهم. طبعًا الكتب جزء لا يتجزأ من حياتنا، لازم بنقرا stories، بنقرا حاجات، بنتعلّم قِيَم حلوة من خلالها. ده اللي أنا باحاول أعمله على قد ما أقدر وربنا يقدّرني لإن الحياة بقينا يالّا نلحق نصحى عشان نلحق نروح المدرسة، عشان نلحق نرجع نروح نعمل homework، عشان نلحق نذاكر، عشان نلحق ننزل التمرين. فالحياة بقت بتجري أوي، أوي. عايزة أقدر أكمّل، خايفة نَفَسي يتقطع بدري. زي ما حضرتك بتقولي طالما في شريك معايا بيزقني ده هيبقى مفيد إن شاء هو الله. مسهّل عليّا الحياة كتير حرام يعني. الحياة من غيره ونتخيّل كده من غيره ما كانتش هتبقى حلوة كده.